ليه بقى انا شايف ان البنات بتغير من بعض؟ لو هتوصفني بكلمة واحدة هتبقى الكلمة ايه؟ انت حسيت يا عمار ان انا اختيار ربنا ليك. انت مع ولا ضد ضرب الزوج؟ انت مش شايف من وجهة نظرك يا عمار ان الزواج يكون للاغنياء بس اللي هم عندهم القدرة المادية والفقراء لا طبعا، لان هم طبعا مش هيقدروا على الزواج؟ مع ولا ضد الزواج المبكر للشباب او البنات؟ ايه الحاجة اللي عملتها في حياتك لو عمار رجع بيه الزمن تاني هيختار كل حاجة تحصل الا مثلا حاجة معينة او حاجات معينة مثلا ما تحصلش في حياته؟ انت لو نمتي وصحيتي ولقيتيني مش معاكي، ايه هيكون شعورك؟ لو انا دلوقتي حطيت قلبي قدامك تحب تقول له ايه؟ لو رجع بيك الزمن هتختاريني؟ ممكن تقول لي شيماء غيرت فيك ايه؟ الناس فاكرة ان الجواز ده هو جنة كاملة او نار، وفي ناس عندها تخوفات جامدة من الجواز بناء على الكلام اللي بيسمعوه عن تجارب الناس التانية. احنا النهاردة جايين ولا هنجمل الحقيقة ولا هنفضح حاجة، احنا هنتكلم بناء على الواقع اللي احنا عايشين فيه. بعيدا طبعا على ان كل واحد ليه تجربته الخاصة، وعايزك تسمع الحلقة دي وتركز فيها لان هيكون فيها حاجات مهمة جدا عن حقائق الجواز. لو انت مش متجوز يبقى الحلقة دي هتفيدك جدا، ولو انت متجوز يبقى الحلقة دي هتخليك تصلح ان شاء الله لو جوازك في اي مشكلة. وكمان هنوضح لكم في الحلقة دي الدين ليه عامل كبير ازاي في موضوع الجواز. كمان هتعرفوا ان اسهل حاجة في الدنيا هي الجواز، ولو هو مش سهل ما كانش ربنا فرض على نفسه ان هو يعينك ويساعدك مجرد ما تنوي الجواز بس. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي بنحب، ازاي بنتخانق، ازاي بنصالح، كل حاجة هتعرفوها معانا. كملوا معانا الحلقة للآخر، وما تنساش تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو وتمنشنوا لاصحابكم علشان الفيديو يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. يلا نبدأ. قولي لي بقى، انا عايزك ترجعي كده من سنة. قولي لي انت من سنة كده قبل ما تتجوزي كانت معتقدك ايه او تفكيرك ايه عن الجواز؟ ولو حد كان جالك من سنة قالك انك هتبقي شيماء اللي قاعدة قدامي دي، كان هيبقى ردك ايه؟ اولا لو حد كان جالي من سنة وكان قال لي انت هتتجوزي اصلا ما كنتش هصدق، وكان قال لي شيماء اللي هتبقى موجودة دي برضو ما كنتش هصدق. اما بقى حتة كان مفهومي ايه عن الزواج، انا كان مفهومي اتنين عايشين مع بعض وقصة حب وخلاص. ده كان كل معتقدي عن الزواج، اللي هو تقريبا معتقد 99% من البنات كده. خلوا بالكم ده من سنة يعني من قريب. طيب انت بقى لما تزوجتي لقيتي الجواز نفس المعتقدات اللي انت سمعتيها واللي انت كنت متخيليها او في افكارك، ولا لقيتي الموضوع مختلف؟ لا طبعا الموضوع مختلف. يعني الجواز بالظبط يا جماعة اشبه بان هو مثلا اللي هو حد عايش معايا، ولكن كل الفكرة ان احنا الاتنين ما كناش نعرف بعض، ولكن زي حد من اهلك بالظبط. يبدو ان ممكن يحصل بينكم مشاكل، يبدو خلافات. اي اتنين في الدنيا مهما كانوا ملايكة هيعيشوا مع بعض في بيت واحد لابد ان هم يختلفوا، لان ده دماغ وده دماغ تانية خالص. فلا معظمنا مش عارفين الجواز بالظبط عبارة عن ايه، بس اللي هيفهمه هيلاقي الدنيا سهلة جدا، بسيط جدا، بس اللي يفهمه صح. لو رجع بيك الزمن هتختاريني؟ اكيد ايوه. وانت عارفاني لو رجع بيك الزمن هتختاري عمار؟ هتقولي عمار هو ده جوزي؟ ايوه هختارك. طيب ايه الدافع ايه السبب اللي هيخليكي تختاريني علشانه يعني؟ اللي هيخليني اختارك بعد ما عرفت ولا قبل ما بعد أعرف؟ ما عرفتي، انت اخترتيني خلاص، انت عرفتيني ورجع بيك الزمن هتختاريني انا تاني ليه؟ لانك حد طيب يعني وعشرتك طيبة. الله يخليكي، ربنا يكرمك. طيب انا عايز اعرف معاكي، الجواز ده ليه هو احلى حاجة في الدنيا؟ عشان احنا بنكون سكن لبعض، سبحان الله. هو ربنا قال عليه كده. تعرفوا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. يعني الزوجة الصالحة دي متعة انت بتستمتع بيها. فانا دلوقتي كنت هموت واعرف ليه الناس مش مستمتعة في بيوتها، ليه الناس في مشاكل كتير جدا 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 في بيوتها ومش عارف السبب. وده اللي كان مخوفني من خطوة الجواز. لما تزوجت بفضل الله ربنا رزقني بشيماء، عرفت فعلا معنى الكلمة دي. طيب الفكرة في ايه؟ المشكلة مش في شيماء وغيرها، المشكلة في حتة اللي هو ايه، اللي تبقى عارفة ربنا وتخاف من ربنا هتعرف تعامل جوزها. ودي قاعدة حط تحتيها 70 خط. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لك المرأة تنكح ليه لأربع، اللي هو حسبها ونسبها دي واحد، ومالها وجمالها ودينها. فسألوه قالوا يا رسول الله يعني إيه احنا نختار ايه؟ قال لهم فاصفر بذات الدين تربت يداك.
يعني معنى كده ان الدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه اكيد ليه سبب. فالسبب ان الزوجه او الامراه اللي عارفه دينها دي بتكون امراه تقدر تعامل جوزها بما يرضي الله، تعرف تخفي ربنا، تعرف حقوقه عليها، فهتتقي في الله. فانا كان بصراحه دي وجهه نظري في الزواج، ان احنا نتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وناخده قدوه لينا ونتزوج امراه ذات دين. واللي هي بعيده عن ربنا او مش بتصلي او بتقطع او يعني وبعيد بعد تام عن الدين او الثقافه الدينيه او الكلام ده كله، هتلاقي مشاكل كبيره جدا. يا جماعه اي واحده والله بجد ما عندهاش وازع ديني وما عندهاش يعني قدر كده، حتى لو قدر صغير من الدين، مش هتنجح في اي علاقه هتدخلها. دي يعني انا نفسي لو كنت تزوجت قبل ما التزم والله العظيم مستحيل كنت كملت شهر. يعني الزواج ده محتاج حد يكون عنده دين، عنده ايمان، يتعلم بقى اليقين بربنا سبحانه وتعالى، ويبقى مهذب من جواه كده ناحيه الزواج، ما يبقاش قموص، عشان الزواج فيه قمص كتير. امتى حسيتي يا عمار ان انا اختيار ربنا ليك؟ امتى حسيت انك اختيار ربنا ليا؟ بصراحه حسيت انك اختيار ربنا ليا من يوم ما الدنيا كلها سابتني وبعدت عني، وحسيت ان انا لوحدي، وكان عليها ضغط كبير من المشاكل، وكنت تعبان لدرجه ان انا كنت فقدت الامل في الحياه، وقررت ان انا ارجع لربنا. وده كان السبيل الوحيد اللي قدامي، يعني سبحان الله الطرق كلها اتقفلت وده كان السبيل الوحيد اللي قدامي. ورجعت لربنا وتبت توبه نصوحه، وفعلا دعيت من قلبي، قلت يا رب ارزقني زوجه صالحه وحد يعيني على الطريق، لاني انا تعبت. انا ما كملتش اسبوع وانت ظهرتي قدامي وظهرت في طريقي، ويوم ما ظهرت في طريقي لقيت تيسير بطريقه انا ما كنتش متخيلها. انا ولا كان معايا فلوس، ولا كنت مستعد، ولا عارف هتجوز ازاي، ولا اي حاجه. انا جيت لك تقريبا الكلام ده اول مره تسمعيه، انا جيت لك قلت لك عايز اتجوزك في 6 شهور، وانا مش عارف هعملها ازاي، مش عارف هعمل شقتي ازاي ومنين والدنيا. ربنا يسرها معايا بطريقه مش عارف ازاي. وكل ما اقرب منك اكتر كل ما احس ان انا بقيت احسن، وكل ما احس ان نفسيتي بقت احسن، وكل ما علاقتي بربنا تبقى احسن، وكل ما اكون اجمل، وكل ما اكون اجمل، وكل ما الناس الاقيها بتحبني اكتر، وكل ما الاقي نجاحي بدا يظهر. فبقيت احس ان انت عوض ربنا ليا بصراحه. ويوم ما لقيت الامور اتيسرت فعلا في 6 حسيت شهور، خلاص هو ربنا اللي اختارها بقى، انا ما اتدخلتش. ربنا اختارها لي ويسرها لي وكرمني ورزقني برزقك، فخلاص انت اختيار ربنا ليا فحبيتك. يعني طالما ربنا اختارك ليا فلازم احبك. لو هتوصفني بكلمه واحده هتبقى الكلمه ايه؟ تقيه بصراحه، انسانه تقيه بتتقي الله في خطواتك في كل حاجه يعني. لو انا دلوقتي حطيت قلبي قدامك تحب تقول له ايه؟ قلبك اهو، اقول له انت انضف حاجه انا قابلتها في حياتي. هقول له انت سبب ان انا اكون انسان مبسوط او سعيد في حياتي. هقول له انت جميل قوي. عايز اقول له ان انت الحمد لله ما تلوثتش ولسه نقي ونضيف. فبحمد ربنا ان انا الشخص الوحيد اللي ربنا اختاره ان انا اعرف قلبك. عيط والله. ما تعيطيش، لا ليه طيب؟ ده حقيقه. انت لو نمتي وصحيتي ولقيتيني مش معاكي، ايه هيكون شعورك؟ مش معايا من اي نوع؟ خلاص انتهيت من الدنيا. مش هتصدم طبعا، احس ان انا تايهه، انا مش هستوعب اصلا. تخيلي كده. مش عايزه اتخيل. لا تخيلي. لا بجد شعور مش عارفه اصلا، يعني مهما حاولت اتخيل مش حاسه انا ممكن احس ايه ساعتها. بس اكيد شعور صعب جدا جدا، يعني هتألم جدا. لو رجع بيك الزمن ايه الحاجه اللي انت عملتها مش هتعملها؟ طب ليه السؤال ده؟ او نجيب السؤال بطريقه تانية، ايه الحاجه اللي عملتها في حياتك لو عمار رجع بيه الزمن تاني هيختار كل حاجه تحصل الا مثلا حاجه معينه او حاجات معينه مثلا ما تحصلش في حياته؟ ينفع نسكيب السؤال؟ براحتك. بص، هي يعني تجربة بصراحة ما كنتش احب ان انا اعيشها او اخشها. يعتبر هي
مش هقول لك اذتني ومش هقول لك الكلام ده كله، لكن انا هقول لك الحمد لله ان انا موسيقى حزينه بقى. اه الحمد لله ان انا مريت بالتجربه دي علشان ربنا يكرمني بيك يعني. فدايما مفيش اي حاجه بتحصل في حياتنا هي بتكون مش كل حاجه بتحصل على مزاجنا. مش كل حاجه بتبقى على مزاجنا، بس وتحسبوه شرا وخيرا لكم وتحسبوه خيرا وشرا لكم. انا كنت فاكر في الاول ان هو خير وطلع شر، ولما افتكرت ان الشر ده هو ده خلاص الحياه وقفت، ربنا كرمني بالخير، ولو ما كنتش قابلت الشر ما كنتش هلاقي الخير. فانا كده كده كنت هتلاقي الخير عشان هو كان مكتوب ان هو يبقى من نصيبك. بس كان هيجي لازم الطريق ده، لولا الطريق ده لا الله اعلم بقى، مش عارفه. ما دي اقدار ربنا، صدقيني دي اقدار واسباب هي ربنا. كل حاجه بتحصل في حياتنا ليها حكمه يعني. مفيش حاجه فانا بتحصل لو كان رجع عبثا يعني. لو كان رجع بيا الزمن بصراحه ما كنتش اخش التجربه دي في حياتي، وكنت هفضل انسان قلبي ما تلوثش يعني. خلاص يا عمار عيط. ايه اهم 3 مميزات مخلينك يعني خلاص حابه عمار ومتمسكه بيه؟ اول حاجه، اسمعوا المميزات ميزة. بتاعتي. اول ميزه الطيبه بصراحه. ربنا لا بجد والله مش ربنا بهزر. طيب قلبك. انت شخص طيب جدا. طيب يا عمار ما تتريقش بقى، مش ولا تقعد كمان. تتريق طول الفيديو يعني. شخص طيب. تاني ميزه ان انت هين يعني سهل. دي تاني ميزه. ان شاء الله ربنا ما يغيرش عليك امرك يعني، وتفضل كده على الحمد طول. لله. مش عايزه احسدك. وتالت ميزه ان انت ما بيهونش عليك الناس يعني، او انا يعني انا ما بهونش عليك. جدعان اختي والله يا اخويا حسدت اهي. اخويا. ليه بقى انا شايف ان البنات بتغير من بعض؟ ليه البنات بتغير من يعني بعض؟ لو واحده اتجوزت بحس ان اصحابها بيغيروا منها. هو مش كله طبعا. مش كله، إلا بس ما رحم ربي. انا بشوف حاجات زي كده كتير، وبحس ان في بنات بتغير من بعض كتير. سبحان الله، هي الغيره دي ربنا زرعها في قلوب البنات بجد. يعني نادرا جدا 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 لما نقابل بنت ما بتغيرش. تقريبا معظم البنات بتغير. وفي ناس بقى في حاجه اسمها امراض القلوب. قلوبها بقى بيبقى فيها مرض، اللي هي دايما طول الوقت بتتمنى اللي في ايد غيرها. ممكن يكون اصلا اللي في ايديها احسن. يعني مثلا ممكن انا ربنا يكون مديني تعليم كويس، مديني اهل كويسين، متربيه في بيئه كويسه، اهلي ظروفهم الاجتماعيه، بس سبحان الله الزواج ده رزق، بس لسه ربنا ما رزقنيش بالجواز. تمام. فما اتجوزتش. واحده تانية ممكن تكون اصلا هي متربيه في بيئه مش كويسه، امورها الماديه مش احسن حاجه، ما كملتش اصلا تعليمها، حياتها متدمره، بس سبحان الله ربنا اداها رزقها في الزواج ان هي تعيش عيشه مستقره مع شخص كويس. اجي انا ابص لها ليه؟ ما هي نسبه وتناسب. هي فاقده حاجه وواخده حاجه، وانتي فاقده حاجه واخده حاجه، بس مش كل حاجه. بس دايما بقى الشعور بقى الحقد او الانسان ما عندوش رضا، بيفضل باصص على التاني عنده ايه مش عندي، بس ما بيبص بقى انا مش بيبص بقى انا خدت ايه مش عند التاني. فده اللي بيولد شعور جوه البنات ان هو يبقى فيه غيره، والغيره مع الوقت لما بتكبر بتتحول لحقد وحسد. يعني ربنا يعافينا. امين يا رب. طب ايه مميزات الزواج بالنسبه لك؟ الزواج بالنسبه لي، مميزاته يعني اهم مميزاته عشان الناس تبقى برضو عارفه. الزواج هو استقرار. والله بجد استقرار كده داخلي. الانسان بيحس باستقرار. كل بنت بتبقى عايشه في بيت اهلها بتبقى عارفه ان هي لابد هيجي يوم وهتمشي منه، فدايما عندها شعور اللي انا هروح فين، هعمل ايه، يا ترى حياتي الجايه عامله ازاي، يا ترى انا هتجوز مين. فشعور الاستقرار ده شعور مريح، مريح جدا يعني. الحمد لله. كمان ان هي حاجه دايما كل ما بفتكر ان اي حاجه بعملها مع زوجي انا بؤجر عليها، فبحس دايما ان انا محتاجه ان انا اعمل اكتر عشان اخد حسنات، مش محتاجه ان انا اعمل اكتر مثلا عشان خاطر مثلا اخد حاجه او عشان مصلحه وقتيه. لا، انا شايفه ان انا مثلا بعمل معاه كده هو بكسب رضاه، بكسب رضا ربنا، باخد ثواب. فالزواج بصراحه هو في الاهم هو امان، استقرار، سكينه. ربنا سبحانه وتعالى قال لتسكنوا اليها. يعني ربنا جعل الاستقرار والراحه والسكينه والامان في الزواج. واي زواج في الدنيا لابد يصادفنا فيه خلافات
ولكن الانسان العاقل الواعي اللي هيعرف يتعامل مع الخلافات دي وياخدها بصدر رحب ويحولها لاوقات سعيده عشان الحياه تستقر ونكون عايشين في سعاده، مش بنمثل ولكن احنا راضيين. ممكن تقولي ايه الحاجه اللي شيماء غيرتها فيك، او ايه الحاجات اللي ما كنتش عليها قبل ما تعرف شيماء وبعد ما عرفتها بقيت عليها؟ شيماء غيرتني كلي. غيرت نفسيتي، غيرت تفكيري، غيرت اسلوبي، طريقة كلامي. كنت شخص عصبي جدا 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 جدا، بقيت شخص هادي جدا جدا جدا. كنت انا دايما صح كده، انا كنت شخصيتي انا دايما صح، ما فيش حد صح غيري. بقيت اعترف ان انا غلط واللي قدامي صح. بقيت متصالح مع نفسي يعني. بصراحة غيرت في افكاري، بقى افكاري مختلفة تماما يعني. وبقيت بقيت هين لين بصراحة بفضل الله بسببها يعني. انا شخصيتي ما كنتش لين بصراحة، لكن هي اللي خلت ده فيا يعني. بصراحة غيرت حاجات كتير قوي يعني، مش هقدر اعدها لك. لو مهما قعدت اقول للصبح مش هقول اللي اتغير فيا، لان انا اتغير فيا كل حاجة حرفيا. انت دلوقتي تقولي ايه للبنت اللي هي متجوزه وبتعترض على كلام زوجها، او بترفضه؟ بنت اللي هي شايفه انت غلط فانا مش هسمع كلامك. تقولي ايه للبنات اللي هي بالبلدي كده نواشز؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني كل واحده لو عرفت فعلا صفاتها وادركت انوثتها هتعرف تقف عليها، هتعرف تعمل بيها. فكل واحده تعرف نفسها، تعرف انا ايه وصفاتي ايه ووظيفتي ايه ومفروض اتعامل ازاي مع زوجي. بس ده اللي مطلوب منها، هي بس تعرف نفسها. بلاش نحط نفسنا دايما انا زيك، احنا الاتنين زي بعض. ما اوريدي احنا اتنين زي بعض كبشر، بس مش احنا اتنين كصفات كمسؤوليات كواجبات. صح. لا احنا مش زي بعض خالص. انت ربنا كلفك بحاجه وكلفني بحاجات تانية. مزبوط. انا اعرف انوثتي، اعرف قوتي الحقيقيه موجوده فين واحسن الوقوف عليها. كلامك سليم 100%. دلوقتي مع ولا ضد الزواج المبكر للشباب او البنات اللي هو مثلا في سن ال 19 20؟ ده بالنسبه لي مبكر عامه يعني، عشان تبقوا واضحين. والله بصراحه انا ما بعتمدش ارقام. شايفه السن مش معيار خالص. ممكن شاب عنده 30 سنه وزيرو نضج، ما عندوش نضج ولا نخوه ولا اي حاجه، وشاب عنده 18 سنه اللهم بارك عليه. فهي بتختلف من شخص لشخص، وطبعا الواحده والواحد ممكن يعرفوه في فتره الخطوبه. ولكن انا دايما مع التأني، يعني نصبر شويه. يعني ناخد الحياه كبيره وواسعه ولسه قدامنا، ناخد كل مرحله ونخش على بعضها. يعني انا مثلا من وجهه نظري شايفه ان البنت يعني تتجوز بعد 23 سنه. سن 23 سنه ده مش عشان انا اتجوزت فيه، بس هي خلاص اوريدي خلصت الجامعه، عدت على مراحل كتير. تاخد واحد من سنها ولا واحد اكبر منها ولا واحد اصغر منها؟ ما قلت لك بقى الرقم ده مش معيار بصراحه. يعني تاخد حد اعقل منها. هو شاب عنده 23 سنه وهي عندها 23 سنه، بس هو ممكن هو شاف من الحياه وخبرته في الحياه زي اللي عنده 30 سنه. هو واحد تاني ممكن يكون عنده 27 سنه وهو ما زيرو خبره في الحياه فعلا. هو اتخرج من التعليم اتجوز فعلا. السن مش مقياس يا جماعه للزواج. الفكر هو العقل بصراحه. ان العقل ده هو اهم شيء في الزواج. لازم يكون في طرف عنده عقله ناضج يعني بصراحه. انت مش شايف من وجهه نظرك يا عمور ان الزواج يكون للاغنياء بس اللي هم عندهم القدره الماديه، والفقراء لا طبعا، لان هم طبعا مش هيقدروا على الزواج زي ما معظم الناس شايفه، ولا ايه؟ اللي هو المقوله بتاعت اللي معهوش فلوس ما يتجوزش. لا هوضح انا بقى للناس النقطه دي. بصوا يا جماعه، اولا الغنى والفقر مش فلوس، عشان برضو نبقى واضحين ان الفرق ما بين الغني والفقير هو مش الفلوس. الغنى والفقر في العقول. خلينا بس نبقى واضحين. تعرف ان ربنا مدي لكل واحد حقه بنسبه 100% في الدنيا دي، والله العظيم. وربنا خلاك تختار طريقك. يعني ربنا قال لك انت لو مشيت يمين والله مقدر لك وميسر لك كذا، والله مشيت شمال مقدر لك وميسر لك كذا. طيب انت اللي بتحكم على نفسك. الشيطان يعدكم الفقر. يعني ايه الشيطان؟ هو بيوعدك، هو عايزك تبقى فقير ويفضل يجتهد ويسعى ان هو يخليك كده، يحط الفقر بين عينيك. عايزك تبقى فقير. طيب احنا دلوقتي لو نتكلم عن ازاي فقر عقول يا عمار، عشان انت بس ايه شتتنا.
فقر العقول ده اللي هو الدماغ الفقيره اللي هي عندها معتقدات فقيره، عندها افكار فقيره، معلومات قليله، ثقافات قليله، فده اسمه فقر. عمرك ما هتلاقي حد غني في عقله مش غني في ماله، وعمرك ما هتلاقي حد فقير في عقله مش فقير في ماله. هات كده مثلا واحد فقير في عقله معتقداته ضعيفة، وحد يكون هو ثقافته قليلة وعلى الله خالص، واديله 10 مليون دولار، والله تيجي بعد سنة مش هتلاقي معاه ولا جنيه. دي حقيقه مش هتلاقي معاه ولا جنيه. وهات واحد غني في عقله، غني في عقله كده وعنده ثقافات ومعتقدات وفعلا ما بيمشيش ورا القطيع، وفعلا شخص مبدع. واديله، بس ما تديلوش امكانيات. انت مثلا اديله مثلا 10000 جنيه 20000 جنيه، شوف هو هيحولهم لكام او هيوصل لايه. انتوا عارفين ايلون ماسك اغنى رجل في العالم؟ لو خدنا منه كل ثروته وجبناه قعدناه في منطقه شعبيه ومعهوش ولا جنيه، وخدنا منه كل حاجه وعلاقاته كلها، هنيجي بعد سنه هنلاقيه اغنى رجل في العالم برضه. ايوه، لان هو افكاره هي اللي عقليته. غنية. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن الغنى والفقر، هو فقر عقول وغنى عقول. فالغني البشر كلهم ليهم الحق في الزواج بصراحه. بس انا اتمنى قبل ما تتجوز لو معاك فلوس استثمر في عقلك، خلي عقلك غني. وانت لو اتجوزت وانت فعلا عقلك غني، والله لو ما معكش ولا جنيه لا هتكون ما شاء الله هيكون معاك فلوس وهتتيسر معاك وهتجيب كل اللي نفسك فيه. عشان ما تقعدش تقارن، ولا انت تقعد تقارن، ولا زوجتك تقعد تقارن تقول لك ده انا صاحبتي جاي لها كذا وانت مش جايب لي كذا. ما هي دي قدراتك. طيب انت ازاي تعلي من قدراتك دي؟ ما انت طبعا طول ما انت ماشي في الطريق اللي انت ماشي فيه وعقلك فقير، ما بتحاولش تطور او يبقى عندك طموح، صدقني قدراتك هتفضل محدوده. وده اللي بيعمل مشاكل. انا عايز اقول لكم ان 70% من حل مشاكل البشر هي الفلوس. والله العظيم الفلوس احنا هنقول مش مهمه، مش مهمه، بس هنيجي نحسبها بقى حسبه عقليه، هي 70% من حل مشاكلنا. لما بنتعب بنتعالج بالفلوس، لو رحنا مستشفى نظيفه نضطر ندفع فلوس، لما بنجوع بناكل بالفلوس، لما بنحتاج نحتاج نلبس بنلبس بالفلوس، لما بنحتاج نعمل اي حاجه في الدنيا هي الفلوس اساسيه هي الفلوس، ولكن مش كل حاجه طبعا. هي مش كل حاجه، بس هي 70% من حل مشاكلنا. طيب ازاي نحل الجزء ال 70% ده؟ انا لو معايا يا جماعه اي فلوس انزل اشتغل كده واحط هدف قدامي، استثمر في عقلي، اثقف نفسي، يعني اطور من تقول نفسي. يا عمار في النهايه ان ما نقتنعش بفكره فقير وغني. الفقير عشان يتجوز يغني افكاره، يغني افكاره. يعني انت ما تبقاش انت شخص عايش بقى بمعتقدات قديمه وفكر قديم وعقلك محدود وتروح تاخد واحده تظلمها، حرام. خلي عقلك غني، صدقني هو ده الغنى. انما معاك فلوس او معاكش فلوس، الزواج لاي حد يعني. شكرا. العفو. كفيت ووفيت. الله يخليك، دي الحقيقه المره اللي انا شايلها جوايا. انت مع ولا ضد ضرب الزوجه؟ يعني الزوجه لا تضرب؟ طبعا ضرب الزوجه مما لا شك فيه ممنوع تماما. تماما. وحتى الدين ما قالش بيه يعني. طيب هي لو مستفزه وقليله الادب وما بتحترمش ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وهجرهن. هجرها بقى، هجرتها وما استجابتش. مع ان الهجر ده اصعب من الضرب. في ناس بالنسبه لها هجرتها وخلاص. والله انا عندي 1 2 3 هتقدري تعمليهم، تمام مش هتقدري تعمليهم يبقى انا انفصل. امساكم بمعروف. طب لو هي لو موضوع الانفصال هيكون صعب من الحته الماديه والحته الحقوق والكلام ده كله، هيحس ان هو هيظلمها، مش هيعرف يديها حقوقها، فمتعجز، وفي نفس الوقت هي ناشز وما بتسمعش الكلام وبتقل ادبها عليه. خلاص معلش هو يعصر على نفسه ليمونه او يستحمل، او اما يشتغل ويجمع فلوس عشان يقدر يديها لها. مش عارفه اقول يعني هو ده الحل يعني؟ حتى ايه الحل؟ ايه يكون الحل؟ هنموتها يعني؟ ما اعرفش، انا بسالك. هي دي شخصيتها. انت حاولت معاها وحاولت معاها بما يرضي الله. هو الضرب اللي مذكور في القران ان انت تضربها بالسواك، مش الضرب اللي هو الضرب. انا بصراحه انا رايي ان هو قبل الزواج في فتره الخطوبه يعني يعرفها كويس، ما نتصنعش. ساعات بيكون الزواج ابتلاء. يعني ممكن الواحد يكون استخير وخد بالاسباب وعمل كل حاجه. ساعات بيكون الزواج ده ابتلاء من عند ربنا. يعني مهما عملت هو ابتلاء يعني. ربنا يا رب يرزقكم كلكم بزوجات صالحه ان شاء الله. البنات هتزعل منك قوي. ايه؟ البنات هتزعل منك قوي. هم نواشز يا رب. طبعا. البنات كلها كويسه، ربنا يا رب يجوزهم ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي وصلنا لنهايه الحلقه، ومش عايزين نطول على الناس اكتر من كده. في كذا حلقه الفتره الجايه. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه اسئلتكم، واحنا ان شاء الله الحلقه الجايه هنجاوب على اسئلتكم كلها باذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتوصلوا الفيديو ده ل 50000 لايك، وتعملوا اشتراك للقناه، شيروا الفيديو علشان يوصل لكم باذن الله كل جديد، وتفعلوا الجرس ده مهم جدا عشان اي حاجه تنزل على طول يجي لك ان احنا نزلنا فيديو يعني.
وطبعا ده حاجه بسيطه، بودكاست في البيت، بس صدقوني كل حلقه هتتعمل هتكون فيها افاده جامده جدا وفيها عصاره معلومات جامده جدا عن الحلقه اللي قبلها ان شاء الله. رغي. هو اليوتيوب عايز رغي.